موسم الرياض واللي شاغل باله فيها، اللي بينزل فيديوهات ويتكلم على الموسم الرياض انها فساد وانه فسق وانه مدري شيء. مش شغلك، مش شغلك يا شعبنا اللي بيتفلسف في المواضيع هذه. احب افيدك شيء، انه هذه المواضيع مش شغلك ولا لك في بلاد الناس. تمام؟ ما لك علاقة غير في بلادك. تبى تنزل موضوع وتتكلم عن الفساد، انا بعلمك ايش تتكلم من فساد. عندنا فساد انه بنات مغتصبات، والمحاكم اليمنية والمشايخ والقبائل اليمنية فاسدين، مش عارفين يلموا شرف البنات داخل المحاكم في قضايا الاغتصابات. هذا اول فساد. ثاني فساد، انا ذكرت لكم الفساد هذا لانه شيء معيب في حقنا وبوجود الشنبات اللي في بلادنا. تمام؟ عشان لما تقفز تتكلم عن بلاد الناس، اول شيء شوف سقف بيتك المقشوع. ولما تتكلم عن الفسق وهذا لا يجوز، تمام، اتكلم عن الناس اللي بتسرق بلادنا، عن اللي مخليهم فقراء، عن مواردنا اللي فين تروح، عن البترول، عن الثروات السمكية، عن المهبشين والسرق اللي معتدين على بلادنا. تمام؟ عن الأطفال المغتصبة واللي يرموهم في الجبهات ويرجعوهم أشلاء. اتكلم عن المناهج اليمنية اللي بتدمر عقلية الطفل عندنا. ولا انتم مش شايفين المناهج داخل المناطق اللي ماسكين فيها الجماعة ايش بيدرسوا الأطفال من أمثلة، من مواضيع ينزلوها، من غلاف الكتاب اللي يدمر الطفل من صغره ويخلي عقليته عقلية شخص متوحش متعطش انه يقتل اخوه اليمني. ليه ما بتتكلموا عن الفساد هذا؟ ليه ما بتتكلموا عن الفسق هذا؟ ولا ما عندكم غير انكم تتفرجوا على بلاد الناس؟ اللي بيدخل يقول لي عشان انتي تدافع عن السعوديه مش محتاجتني. لا انا ولا غيري ان احنا ندافع عنها. تمام؟ ولا انا عايشه فيها علشان تيجي تقولوا لي والله تدوري كفيل وتدوري مدري ما هو. مش باختصار مفيد، لما تيجي تتكلموا عن الفساد ولما تتكلموا عن الفسق شوفوا اول شيء اللي عندنا اللي في بلادنا. تمام؟ لا نجلس نتفرج على بلاد الناس تسووا وش فعلوا ونشتي بس نغاغي ونكاكي. تمام؟ واحنا سقف بلادنا مقشوع. وبعدين اللي بيدخل يقول فضحتينا، فضحتي بلادنا، حبيبي انا ما فضحتك. قد العالم كله شايفينكم عارفينكم، القضايا قد مقشوعة بالعلن. انت كيمني لو تخرج اي مكان قد معروف ان ما حد يستقبلك، ما حد يدخلك بلاده، ما حد يعطيك إقامة بالسهل. قد معروف. عليش فضحتك؟ وإذا أنت ما تحب تكون مفضوح، عدل أمور بلادنا، عدلوها بدل ما أنتوا بس بق 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 بق. بجد والله.